السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب تكون فيديوهاتنا بتعجبكم وتكون خفيفة على قلبكم يا رب. النهاردة هنتكلم مع بعض عن طريقة عمل رز بلبن، طريقة سهلة وخفيفة جدا، يا رب تعجبكم. وأول حاجة هنتكلم فيها عن المقادير. أول حاجة هنحتاجها معانا هو كيلو من اللبن، نص كوباية رز، ودي احنا نقعينها من قبل ما نبدأ في الرز بلبن بنص ساعة. نص كوباية من الزبدة، معلقتين من النشا، مع 5 معالق من القشطة على حسب ما هنحتاج، 6 معالق من السكر، رشة من الفانيليا، كوباية من المية. وهقول لكم ليه دلوقتي احنا هنحتاج المية معانا. وهنا يا حبايب قلبي حطينا اللبن على النار، هو اصلا كان سخن ما كانش بارد قوي، يعني كنت غلياه وسايباه من قبلها بشويه يبرد. وهنا اهو، هنا هنحط معاها نص كوبايه الرز اللي احنا نقعينها قبلها اصلا بنص ساعه اهو. ولازم يا جماعه كيلو الرز لنص كوبايه، الكيلو اللبن لنص كوبايه رز، ما ينفعش نزود ولا نقلل. الكيلو اللبن لنص كوبايه رز. ومن الاحسن انه يكون منقوع قبلها بنص ساعه عشان خاطر يدينا انتاج احسن او طعم احسن اهو. كده هنفضل نقلب فيه لحد تقريبا هنقعد نقلب فيه حوالي نص ساعة، لأن احنا مهديين النار خالص على نار واطية اهو. كده هنفضل نقلب فيه حوالي نص ساعة اهو. هنخلص تقليب، وقرب ما يجي يستوي هنرجع تاني مع بعض. وهنا بقى هقول لكم انا كنت محتاجه ليه نص كوبايه الميه. انا كنت محتاجه نص كوبايه اللبن، نص كوبايه الميه، عشان خاطر اول ما اللبن يبدا يغلي والرز معاه، بدل ما يخرج البخار من اللبن، لا احنا هنزود نص كوبايه الميه، بحيث ان اللي يخرج بخار الميه ما يخرجش كميه من اللبن كبيره. واحنا كمان كوبايه الميه دي مش كبيره قوي، احنا واخدين كمان نصها، يعني كوبايه الميه ما هيش كبيره، كوبايه صغيره، واخدين نصها كمان مش كلها. فعشان خاطر بس ان البخار لما يجي يخرج ما يخرجش لبن، لا يخرج من الميه بس. هنخلص وقرب ما يجي يستوى نيجي تاني نشوفه تاني مع بعض. خلاص كان الرز بقى استوى. ممكن انت تدوقيه يعني ببقك عادي كده، على حسب ما انت هتعرفي اذا كان هو استوى ولا لا، بتدوقيه يعني عادي. وهنا خلاص هنزود السكر اهو. والسكر برضه تبع رغبتكم انتم، تبع حابينه سكر زيادة تزودوا، حابينه سكر خفيف تقللوا برضه. وهنا كان طبعا الرز نزل النشويات بتاعته، طبعا مش هنزود النشا مرة واحدة، لأن هنا كان الرز منزل النشويات بتاعته، عشان كده احنا سيبنا النشا للآخر خالص. كل ما الرز كان بيغلي مع اللبن كان بينزل النشا بتاعته. فهنا بقى هنعرف قد ايه احنا هنحط النشا بالظبط. هنا اهو كان نازل النشا بتاعته. وهنا طبعا احنا جبنا معلقتين النشا، دوبناهم في شوية مية، فما ينفعش نحطهم مباشرة على اللبن لانه هيكلكع مننا. فهنا دوبناهم في شوية مية صغيرين قوي. اهم حاجة ان نتأكد ان النشا دابت في المية. مش هنزود مرة واحدة، لان احنا طبعا مش ناسيين الرز ان هو منزل النشا بتاعته، فمش هنحتاج نشا كتير، احنا يا دوبك هنحتاج حبة قليلين بس خالص اهو، لحد ما نبدأ نحس ان هو ربط معانا اهو كده. هنا خلاص كان اهو بدأ يمسك معانا خالص اهو. احنا طبعا ما زودناش قوي النشا زي ما احنا متفقين، عشان خاطر النشويات اللي في اللي في الرز. هنا بس ناقص ايه؟ نطرة الفانيليا اهي، بتثبت الريحة، وطبعا بتخلوله ريحة تانية خالص. مهم. كده خلاص هنقفل، كده خلاص هنقفل عليه، كده خلاص خلصنا من على البوتاجاز. خلاص كده هطفينا عليه، يلا بقى نفضيه يا حبيبي. خلاص احنا خلصنا خلاص الرز بلبن. وطبعا دي تبع رغبتكم انتم، عايزين تفضوها في بايركس كامل براحتكم، عايزين تفضوها في اطباق زي ما انا هفضي يبقى على قد كل واحد طبق لوحده براحتكم برضه. يلا بينا نفضي. مهم.
بس هوريكم اول طبقين وما نخلصهم ارجع اوريكم تاني. اهو كده اول حاجه هنعملها معانا هي هنحط القشطه. ده خلاص احنا خلصناهم. كله بنفس الطبقين اللي انا وريتهم لكم الاولانيين. كده كلهم خلصوا. حطينا فضينا الاول الرز بلبن في الاطباق، وبعد كده رجعنا حطينا القشطه، وبعد كده حطينا الزبده على وشها. وهنا احنا مولعين الفرن شوايه بس، احنا مش محتاجين من تحت لان هو مستوي، محتاجين بس الشوايه ياخدوا وش. كده خلاص يا حبيبي، احنا خلاص خلصناها خرجناها من الفرن، ودي شكلها النهائي. بجد جربوها بنفس الطريقة اللي انا عملتها، والله زي بتاعة المحلات بالظبط. مش هتتغير عن في اي حاجة خالص، هي نفس الطعم. جربوها وبألف هنا على قلبكم يا رب. ولو عجبكم ما تنسوش تحطوا لنا لايك او تعليق. ونعمل اي حاجة جديدة مع بعضينا. وتصبحوا على خير.